بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم في فيديو جديد إن شاء الله يلقاكم في أتم الصحة والسلامة يا رب. وصفتنا يا نهار اليوم هي رولي باذنجان محشي باللحم المفروم. وصفة بزاف بنينة وما تسديش الوقت بزاف. بلا ما نطول عليكم نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. عندي حبة باذنجان كل واحد حسب أفراد العائلة تاعو. عندي كمية من لافيونداشي. عندي نُص حبّة بصل رحيتها، معاها زوز سنات توم، عندي كمية من الجبن المبشور، عندي كمية من المعدنوس المقطّع، عندي فلفل كحل وملح. في مقلاة نحط 2 مغارف كبار زيت، نحط هاذيك البصلة تاعنا تتقلّى حتى تدبال مليح وتتكرمل كيما راكم تشوفوا. بعد ما تدبل لنا البصلة تاعنا وتتكرمل، نربّي عليها هادوك الزوز سنينات توم ونبقى نقلّي. ومن بعدها نضيف اللحم المرحي. تقدروا تعوضوه بالدجاج المرحي. نزيد نقلي مليح هذيك الثوم مع البصلة تاعنا. بعدها نضيف اللحم تاعنا المفروم ونبقى نحرك فيه باه ما يديرليش كتل وتجي اللحم تاعنا ماهيش فيها هذوك الكعابر كيما راكم تشوفوا الطريقة. ونبقى نقلّي حتى تنشف هذيك اللحم تاعنا من الما تاعها وتتقلى لنا مليح. بعد نزيد لها الملح والفلفل الكحل تاعنا. أنا هادو هما التوابل اللي استعملت. ونبقى نقلّي كيما راكم تشوفوا. صدقوني هاد الطبق يجي بزاف بنين وما يديش الوقت بزاف. بعد ما تقلات لي هذيك اللحم نحطها في غيسيبيون وهي سخونة. نزيد عليها شوية هذاك جبن مبشور، كمية من الجبن المبشور. نحط المعدنوس. نزيد مورف كبيرة من هذاك الجبن الطري. باه ما يجيناش اللحم تاعنا مفرتت. هاد الإضافة هادي تاع الجبن يرجع لنا الحشوة تاعنا معلكة وتعطيها بنة تاني. نخلي اللحم هذاك تاعنا بجهة. في المقابل كنا وجدنا الباذنجان تاعنا كنا قليناه وقطرناه مليح من الزيت. من بعد نبدا كطبقة أولى ندير صلصة الطماطم تاعنا. أنا صلصة الطماطم نقلي نص حبة بصل، نزيد معاها سنة توم، ونزيد نربي الطماطم ونرميها عليهم. نحط ملح فلفل كحل شوية فلفل أحمر حلو، ونزيد شوية طماطم مصبرة ونخليهم يتقلاو. ملح فلفل كحل ونخليهم يتقلاو ومن بعد نزيد نعاود نربيهم. هذه هي الطريقة تاعي تاع صلصة الطماطم. أنا نحط كمية من لافيونداشي كيما تشوفوا في الصورة الطريقة. نزيد شوية جبن مبشور على هذاك لافيونداشي. وهذه الخطوة اختيارية، تقدري ما تزيديش الجبن المبشور، ترولي طول هذاك الباذنجان تاعنا ونستفوهم في البلاطو كيما راكم تشوفوا. نكمل مع بقية الكمية اللي بقات لنا.
من بعد نزيد نحط شوية من لاصوص طوماط هاذيك فوق الباذنجان تاعنا المحشي، ونزيد الجبن المبشور. أنا استعملت نوعين، استعملت شيدر واستعملت الموتزاريلا، وكل واحد واش عنده في الدار. من بعد ندخلوها للفرن على درجة حرارة 180 درجة، حوالي 10 دقايق من تحت، ومن بعد نزيد نشعللها شوية من الفوق خاطر كل شي طايب باش يذوب لنا هذاك الفرماج وخلاص. وهذه هي النتيجة. نتمنى تنال إعجابكم هذه الوصفة. ما بقى لي غير نقول لكم ابقاو على خير، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.